في أقل من سنة 7000 مشترك، وأنا بديت مثلك، لا في خلفية وري ولا أمتلك كاميرا، وإنما بالتلفون أصور بالتلفون. ولكن جربت العديد من الفيديوهات، منها فيديوهات الشورت وفيديوهات الفلاتر وفيديوهات علني. بعض الفيديوهات نجحت في بها وبعض الفيديوهات فشلت في بها، واليوم جيت أقدم لك خبرتي ب4 خطوات فقط. إذا استفدت من هذا الفيديو ضع لايك واشتراك. ونصيحة من أبو الرياضة لك، تابع هذا الفيديو الأخير، لأن أنا فعلت هذا الفيديو لأفيدك أنت. أولا، ابتعد عن اليوتيوبر الذي يقدم فيديوهات تعليمية في اليوتيوب. ليش يا أبو الرياضة؟ هذا يفيدنا نحن كثير، لأنه أكثر المحتوى الذي يقدمه كذب. يوتيوبر يقول لك إذا صححت هذا الخطأ فستحصل على الملايين من المشاهدات. ليش الكذب؟ الثاني يقول لك إن لم تصحح هذا الخطأ فاليوتيوب سيدمر الكرة الأرضية. ولذلك نصيحتي لك، ابتعد عنهم، ابدأ محتواك وتوكل على الله. ثانيا، لا تعتقد أنك بتوصل إلى 10,000 مشترك قبل سنة. فعل هذا براسك. لا تعتقد أنك بتوصل إلى 10,000 مشترك قبل سنة. في أول شهر إلى شهرين ستكون مشاهدتك 500 ألف 2000 ألف. افعل هذا في راسك. الثالث، مش طول لك بالفيديو، حاول أختصر لك أنا الفيديو. أما الثالث، لا تعتمد على أصحابك في التصوير. ليش يا أبو الرياضة؟ أصحابك يساعدونك كثير، أنا داري إنه يساعدونك كثير، وأصحابك لما تكونوا مع بعض تقدموا محتوى أفضل. ولكن أنا بقول لك ليش لا تعتمد عليهم. أولا، أنه أنت كنت تشتي تصور فيديو ولكن أصحابك مشاغل، واحد معه دراسة، واحد معه جامعة، تهم لك كيف. لذلك اعتمد على نفسك. إذا أنت حابب تضيفهم إضافة كإضافة في يوم محدد فضيفهم، ولكن محتواك أنت قدمه أنت بنفسك واستعين فيه بهم. ما أقول لك لا تستعين فيه بهم، ولكن لا تعتمد عليهم اعتماد رئيسي. أما الرابع والأخير، لا تستسلم. بيجي لك يوم تنزل فيديو وتقول هذا الفيديو بيضرب، هذا الفيديو بيوصلنا ملايين المشاهدات، تتفاجأ 500 مشاهدة و2 لايكات، 1000 مشاهدة و4 لايكات. هذا هو سياسة اليوتيوب. لا تيأس، كل يوم فيديو، وإذا أنت مشغول كل يومين فيديو، كل 3 أيام فيديو. والشورت هو أسرع طريقة للوصول لعدد المشتركين، ولكن الفيديوهات العلنية هي أسرع وصول لتحقيق الربح. لذلك أنصحك أنك تقدم كل يوم فيديو شورت على الأقل، وبالأسبوع فيديو علني. وهذه نصيحة من أبو الرياضة لك. إذا استفدت من الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك وضغط الزر منك تفيدنا كثير.